ازاي قدرت اسافر 14 دولة وانا لسه في الجامعة؟ هي ممكن تتلخص في كلمة واحدة، وهي ان انا فراقة، شخص فراق. يعني تطوع ماشي، شغل ماشي، انترنشيب ماشي، ايفنتس ماشي. طب يعني ايه؟ يعني عملت ايه بالظبط؟ انا انسانة عادية جدا، مولودة عندي مواهب معينة، بس مش مواهب اللي هي واو. ممكن اكون مثلا ميوزيشن مشهورة، ممكن اكون رسامة. لا، انا مولودة مصرية عادي جدا. انا عرفت الحاجة اللي انا بحبها، وان انا ابقى شخص فراق. انا بحب الحركة جدا، كنت بروح التطوع. انا مش عارفة انا بحب ايه، فحرفيا جربت. يعني فلكسبل جدا. طب انا ممكن اجرب مثلا التطوع الاونلاين ده، طب انا اجرب التطوع هنا اللي محافظتي، طب انا اروح اتطوع في القاهرة، طب انا هاخد الكورس ده. وفجأة واحدة بواحدة بواحدة عرفت أنا فعلا بحب إيه. وفجأة عرفت إن أنا أصلا بحب الكونتنت. يعني عالية مثلا من سنة كنتش عارف إن أنا عندي القدرة إن أنا أفتح الكاميرا وأتكلم كده قدام الناس، أو إن أنا دلوقتي أهو قاعدة في الحديقة وعادي بتكلم معاكم ومش فارق معايا. أنا حاسة إن أنا مرتاحة وبحب ده. أنا مبسوطة إن أنا بعمل ده، إن أنا بكلمكم عن حاجة فعلا هتفيدكم. أنا مبسوطة جدا وأنا بتكلم دلوقتي. I think my energy like it's showing it that إن أنا مبسوطة. يعني نصيحتي بجد، لو انتوا عندكم من اول 13 سنه، يعني حتى لو انتوا دلوقتي العشرينات، الوقت ما فاتش والله. الوقت عمر ما يفوت. اعرف ناس بتشيفت كارير وهي في الثلاثينات وفي الاربعينات. انت ممكن تبدا من دلوقتي، بس ابدا. دي اهم حاجه. ابداوا تطوعوا، ابداوا شوفوا الشغل الجديد. لو انتوا مش عاجبكم الشغل اللي انتوا فيه، خدوا انترنشيب، سافروا، شوفوا الدنيا. مش لازم تبداوا بسفر بره مصر. انا بدات اسافر في مصر، بدات حتى اسافر في محافظتي. يعني انا دلوقتي اهو نازله اصور في الحديقه لوحدي. وما تنسوش تعملوا لي فولو وقولوا لي محتوى ايه اللي عايزين تشوفوه اكتر.